هل تساءلت يوما كيف تبني ثروتك من الصفر وتصل إلى الاستقرار المالي؟ في كتابه الأسطوري أغنى رجل في بابل يكشف لنا جورج كلاسون أسرار المال التي لا تتغير مهما تغير الزمان. من قلب مدينة بابل القديمة، حيث كانت تصنع الثروات وتبنى الإمبراطوريات، ننطلق اليوم في رحلة مليئة بالحكم والنصائح التي لا تزال صالحة حتى عصرنا الحديث. استعد لتكتشف القواعد الذهبية للادخار والاستثمار والتخلص من الديون بأسلوب بسيط وسلس، لأن طريق الثراء يبدأ من الحكمة وليس من الحظ. جاهز؟ خلينا نبدأ. ملخص كتاب مؤغنى. رجل في بابل. يتحدث الكتاب عن مدينة بابل العريقة، وهي أكثر المدن على مر العصور التي عاشت في رخاء وازدهار مادي، وقد امتلأت بالثروات والكنوز، مما يجعلك تتخيل أن هذه المدينة بالتأكيد قد تمتعت بموقع استراتيجي متميز وبالكثير من الموارد الطبيعية التي ساعدت أهلها على تحقيق هذا الثراء العظيم. ولكن المدهش أنها كانت عكس ذلك تماما، فلم يكن موقعها متميزا، بل وكانت تفتقر للموارد الطبيعية أيضا، فكل هذا الثراء كان نتاج استغلال أهلها لما توفر لديهم من إمكانات بسيطة. إن بابل كانت نموذجا رائعا لقدرة الإنسان على تحقيق أهداف عظيمة باستخدام أي وسائل تتاح له، ولقد كانت كل الموارد التي دعمت هذه المدينة الكبيرة من تطوير الإنسان نفسه، وكل ثرواتها كانت من صنع الإنسان. تدور أحداث الكتاب حول بانسر صانع المركبات في بابل وصديقه أركادا، وهو أغنى رجل في بابل، وطلب منه تعلم أسرار صناعة الثروات وشرح مبادئ وقواعد التعامل مع المال لهم، وليروي له قصة نجاحه وتحقيقه لثروته الهائلة. المبادئ السبع للتغلب على المحافظ الخاوية. المبدأ الأول: ابدأ في ملء محفظتك. وضح أركادا أن الطريقة الأولى للحصول على المال بوفرة هي أن تبدأ في ادخار 10% على الأقل من إجمالي دخلك، وذلك قبل أن تبدأ في سداد التزاماتك وديونك، تحت مسمى أنه يجب أن تدفع لنفسك أولا قبل أن تدفع للآخرين. المبدأ الثاني: تحكم في نفاقاتك. أشار أركاد إلى ضرورة التقليل من الإنفاق على الأشياء غير الضرورية أو الأساسية والتي من الممكن الاستغناء عنها، بدلا من أن نحيا تحت ضغط سداد الديون والدفع من أجل الرغبات التي لا تنتهي، وكذلك عدم الخلط بين النفقات الضرورية والرغبات الشخصية، فرغباتنا جميعا كبشر لا حدود لها. المبدأ الثالث: اعمل على إنماء ثروتك. كما بين أركاد أن أول طريق تحقيق الثروة هو الاستثمار، حيث قال إن ادخار المال هو مجرد البداية، وأن ثروته الضخمة بدأت بعد أن قام باستثمار مدخراته، ذلك بمشاركتها مع متخصصين ماهرين في نوعية التجارة التي يقومون بالعمل فيها. المبدأ الرابع: حافظ على ثروتك من الضياع. كما أشار أن الأهم من استثمار رأس المال هو حماية رأس المال الخاص بك، وذلك من خلال عدة نقاط هامة. 1. أن تتعلم الحفاظ على المبالغ القليلة قبل كسب المبالغ الكبيرة، عدم الانخداع بالمكاسب الكبيرة في حالة وجود احتمالية لخسارة رأس المال. 3. ألا تقوم بعقد شراكة مع أي شخص برأس مالك قبل أن تتأكد من سمعته وأمانته وكذلك خبرته العملية. 4. قبل أن تقرر الاستثمار في أي مجال يجب أن تطلع على مخاطر الاستثمار في هذا المجال وتقوم بدراستها بشكل جيد. 5. طلب النصيحة من الأشخاص المتمرسين في الاستثمار. المبدأ الخامس: اجعل منزلك استثمارك المربح. في هذا المبدأ يوضح أركاد أن الاستثمار في الأصول الثابتة، وهي العقارات، تعد أفضل أنواع الاستثمارات المضمونة والمربحة، والتي تتضاعف قيمتها بمرور الوقت. المبدأ السادس: اضمن دخلا ثابتا في المستقبل. هنا يشير أركاد إلى ضرورة ضمان دخل ثابت في المستقبل يساعدك على ضمان حياة كريمة في مرحلة الشيخوخة، حينما لا تكون قادرا على العمل بنفس القدر مثل مرحلة الشباب. المبدأ السابع: زد من قدرتك على الكسب. ختم أركاد المبادئ التي وضعها بضرورة تعلم كيفية كسب المزيد من المال، لأن الرغبة في أن تصبح ثريا رغبة نبيلة، ولكنها ليست كافية. كما وضع الكتاب عدة نصائح أسماها نصائح أركاد للتعامل مع الفرص. إن الحظ السعيد الذي يبحث عنه الجميع ما هو إلا نتاج استغلال الفرص التي تأتي لك. يأتي الحظ السعيد فقط لهؤلاء الذين يعملون بنشاط لاستغلال الفرص التي تتاح لهم. إن الأشخاص الذين يحرصون على استغلال الفرص التي تأتيهم في حياتهم
وعدم إضاعتها هم من يجلبون الحظ السعيد لأنفسهم. الحظ السعيد يأتي فقط لمن يسعى إليه. إن العمل الإيجابي طيلة الوقت يضمن لك تحقيق النجاح والتقدم نحو أهدافك.